Today I will explain liquidity in business. Liquidity ratios. Why analyze liquidity? Interpretation. How liquidity affect decision making. Visualization. السلام عليكم. اهلا بكم في السيشن الثالث من الليكويديتي اناليسيس من تحليل السيوله. النهارده ان شاء الله احنا بنتكلم رحله السيوله، بنتكلم على الليكويديتي جورني من الفهم للقرارات. اول مرحله في مرحله الليكويديتي اناليسيس في تحليل السيوله، او احنا هنتعلم ايه في موضوع السيوله؟ هنتعلم السيوله ببساطه. وات از liquidity. يبقى اول حاجه نتعلم ايه وات از liquidity، ايه هي معنى السيوله في البيزنس، وليه السيوله بتكون مهمه جدا للدي تو دي اوبريشن، ليه السيوله بتكون مهمه جدا للمعاملات بشكل يومي. يعني السيوله ببساطه هي قدره الشركه ان هي تدفع التزاماتها في الوقت المناسب. زي كده لما بيكون في جيبك فلوس كفايه بتدفع بيها مصاريفك اليوميه. يبقى دي المرحله الاولى. المرحله الثانيه، احنا ليه بنحلل السيوله؟ ليه بنحلل السيوله؟ واي انالايز ليكويديتي؟ لانك انت لازم تطمن ان شركتك تقدر تغطي ديونها القصيره. طب لو ما قدرتش، المشاكل هتبدا، هتاخر الرواتب، مشاكل مع الموردين، في عندك سمعه سيئه، وده اللي احنا خدناه في الكوست اوف اكشن. التكلفه لو انت ما قدرتش السيوله بشكل فعال. طيب، ثالث حاجه، ازاي نقيس السيوله؟ الكي ليكويديتي ريشيو. ايه هي الادوات اللي بستخدمها عشان اقيس السيوله؟ زي الكرنت ريشيو نسبه السيوله، والكويك ريشيو نسبه السيوله السريعه، والكاش ريشيو نسبه النقديه وما في حكمها، والنت وركينج كابيتال اللي هو صافي راس المال العام. الليكويديتي ريشيوز دي زي كده هي عباره عن ايه؟ اداه بتقيس الكشف الطبي للصحه الماليه. هل انت عندك صحه ماليه ولا ما عندكش صحه ماليه؟ الادوات اللي كنت رش ده هي اللي بتجاوب على السؤال ده. رابع حاجه هناخدها. طيب وفهمنا للارقام دي ازاي افهم، ازاي افسر الارقام دي. لو النسب عاليه معناه ان الشركه مرتاحه نقديا. طيب لو النسب دي قليله، معنى كده ان احنا محتاجين نحذر. كمان لازم نقارن النسب دي بالاندستري افريج مع متوسط السنه علشان نحكم صح. ما ينفعش ان انت تطلع الليكويديتي ريشيو هاي او الليكويديتي ريشيو عندك لور او لو منخفضه الا ولازم نعمل لها بنش مارك، مقارنه معياريه. البنش مارك بتاعي هو الاندستري افريج عشان تحكم بالفعل ان الشركه عندها ملاءه ماليه، عندها سيوله ماليه كافيه ولا مش كافيه. ده مهم جدا موضوع الاندستري افريج ده يا شباب. طيب، المرحله الخامسه، ازاي الليكويديتي ريشيو افكت ديسيجن ميكنج؟ ازاي النسب دي بتاثر في اتخاذ القرار؟ يعني النسب دي ممكن تقول لك نشتري ولا نأجل، نستلف ولا نصبر، ممكن تقول لك نستثمر دلوقتي ولا نستثمر بعدين. كلها قرارات مبنيه على فهمك الجيد للسيوله. يبقى امباكت اون انفستمنت، نستثمر ولا لا، نقترض ولا ما نقترضش، كمان اصرف دلوقتي اجيب مخزون ولا ما اجيبش مخزون. دي كلها قرارات مبنيه على الفهم الجيد للسيوله. الخلاصه اللي انا عايز اقوله لك من السكشن ده، ان السيوله اصبحت مش مجرد رقم، دي اصبحت نبض الشركه. لو فهمتها صح هتكون دايما مستعد تاخد القرار الصح. ان شاء الله باذن الله السيشن الجاي هنخش بقى على التفاصيل للليكويديتي اناليسيز.